أهلا بيكم وتعالوا نتكلم بشكل سريع جدا عن إيه اللي متوقعينه للأسواق خلال الأسبوع الحالي. الأسبوع اللي فات الأسواق نوعا ما أصبحت أهدى بعد ما دونالد ترامب خفف من حدة تصريحاته سواء بخصوص التعريفات الجمركية أو بخصوص جيروم باول. بخصوص التعريفات الجمركية اتكلم دونالد ترامب عن خفض التعريفات الجمركية على الصين، واتكلم إن في الوقت الحالي في مفاوضات بتتم مع الجانب الصيني بخصوص التعريفات الجمركية. وفي نفس الوقت اتكلم عن جيروم باول رئيس الفدرالي الأمريكي وقال إنه لا يسعى لإقالته، ولكنه محتاج إنه يكون أسرع في عمليات خفض الفايدة لمحاربة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع. وبالتالي تغيرات كبيرة كالعادة في تصريحات دونالد ترامب اللي دايما بنلاقي إن التصريحات بتاعته بتكون متقلبة بشكل كبير، وبالتالي التأثير بيكون مختلف على الأسواق. لكن في نفس الوقت الأسواق نقدر نقول إن هي هدأت، لكن مش بالصورة الكبيرة. ما زالت حالة القلق موجودة في الأسواق وموجودة عند المستثمرين، والدليل على ده إن التصحيح الهابط أو عمليات الهبوط اللي حصلت على الذهب كانت تعتبر طفيفة جدا، ونقدر نقول إن هي عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية اللي حصلت. في نفس الوقت أسواق الأسهم الأمريكية ما زالت حتى الآن عمليات صعودها تعتبر طفيفة جدا جدا، وبالتالي الأسواق نفسها حتى الآن غير واثقة في دونالد ترامب أو غير واثقة في القرارات القادمة، لأن ببساطة جدا حتى لو كان عندنا خفض التعريفات الجمركية على الصين فالتوقعات بتقول إن التعريفات هتكون كام؟ هتكون 65%، ودي تعتبر كبيرة جدا. وفي نفس الوقت حتى لو الصين خفضت فهي هتخفض بما يوازي اللي خفضته الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تعريفات جمركية مرتفعة. وبالتالي أزمة التعريفات الجمركية حتى لو تم تخفيضها فهي هتكون مؤثرة بشكل كبير خاصة على النمو. المستثمرين هيبتدوا يدركوا بشكل سريع إن التأثير قادم لا محالة، ووقتها هنبتدي نشوف الذهب بيرتفع بشكل جديد وهنشوف أسواق الأسهم الأمريكية بتتراجع. لكن خلونا في الأسبوع ده متوقع إن عملية الهدوء فيه تستمر لحد ما يكون عندنا خارطة طريق واضحة بالنسبة للتعريفات الجمركية ولحد ما المفاوضات تنتهي، اللي بالمناسبة حتى الآن الصين بتقول إن مفيش أي مفاوضات بخصوص التعريفات الجمركية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن دونالد ترامب بيأكد إن في مفاوضات جارية في الوقت الحالي مع الصين، لكن ما عندناش أي جديد، وواضح إن الأسواق هتفضل منتظرة لحد ده ما يحصل أو لحد ما نشوف زي ما قلنا خارطة الطريق. لكن الأسبوع ده بقى عندنا حاجة مهمة جدا وهي أخبار الوظائف الأمريكية. على مدار الفترة اللي فاتت كانت دايما الأخبار غير مؤثرة، إيجابية سلبية ما كناش بنشوف ليها تأثير واضح على الأسواق. لكن بعد عملية الهدوء اللي حصلت أخبار التوظيف هتكون مؤثرة بشكل كبير. الفدرالي الأمريكي محتاج إنه يكون عنده أخبار توظيف أو سوق عمل قوي، وفي نفس الوقت محتاج إن التضخم يبتدي يتراجع. التضخم القراءة الأخيرة كانت متراجعة بشكل جيد، فالفدرالي محتاج إنه يكون عنده توظيف جيد عشان يكون عنده القدرة على الخفض خلال الفترة اللي جاية، وهو ما عندوش أي مشكلة بالنسبة للأسواق ويكون تركيزه فقط على التعريفات الجمركية، لأن حتى الآن الفدرالي الأمريكي نفسه لم يرفع توقعاته بخصوص عمليات خفض الفايدة، وحتى الآن الأسواق بتتوقع أو عفوا الفدرالي بيتوقع عمليتين خفض، لكن الأسواق بتتوقع أكتر من كده بكتير، لأن يوم بعد التاني بيتم تخفيض توقعات النمو في العالم وفي الولايات المتحدة تحديدا. وشفنا صندوق النقد الدولي بيخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكبر من اللي خفض بيها بالنسبة للصين، وبالتالي التقلبات تستمر. الأخبار دي متوقع أن هي تكون مؤثرة بشكل كبير، محتاجين نشوف إيجابية عشان تقدر أسواق الأسهم الأمريكية تبتدي ترتفع. وناخد بالنا إن الفترة الأخيرة الأخبار دايما بتأثر بشكل إيجابي على أسواق الأسهم وعلى الدولار، أو بتأثر عليهم الاثنين بشكل سلبي. فبالتالي واضح إنه هيكون أسبوع فيه تحركات قوية جدا. يعني حتى الآن مش متوقعين تراجعات كبيرة على الذهب ولا متوقعين ارتفاعات كبيرة بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية حتى لو استمر الوضع. الموضوع مش هيتم حسبه غير في حالة وجود خارطة طريق واضحة وقرارات واضحة بالنسبة للتعريفات الجمركية، وخاصة على الصين، وتعريفات الصين أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. فبشكل عام حتى لو عندنا هدوء نسبي فالتحركات متوقع أن هي تكون أو تتغير في أي وقت. وده كان تحليلنا النهاردة، أتمنى لكم كل التوفيق، ولو في أي استفسار تقدروا تسيبوه في الكومنتات.